الرباعية ما هي إلا عملية بتاعت شنو؟ إعادة ترتيب صفوف ميليشيات الجنجويد من أول وجديد اللي هي انتهت. كردفان بتمثل شنو بالنسبة للرباعية أو بالنسبة للميليشيا بتاعت الجنجويد؟ كردفان بتمثل خط دفاع أخير بالنسبة لميليشيات الجنجويد وحكومتهم بتاعت الأونلاين الموجودة على مستوى نيالا. سير العمليات العسكرية والعمل العسكري الكبير اللي قامت به القوات المسلحة خلال اليوم ده، والضجة الكبيرة الحايمة على مستوى الميديا من قبل ميليشيات الجنجويد وإعلام الكاذب في إنه دخلوا كازجيل أو سيطروا على كازجيل، وده الموضوع العايم في الميديا. أي زول أنا ممكن عندي أكتر من 200 رسالة بتتكلم عن إنه يا أخي نحن دايرينك توضح لنا هل كازجيل في يد الميليشيا أو في يد القوات المسلحة. والله أنا السؤال ده بالنسبة لي يعني حيرني عديد من الناس ديل. أول حاجة تكلمنا في التفاصيل دي كثيرة، قلنا لك يا عزيزي الفاضل أنت ليه قاعد تتابع الإعلام بتاع الميليشيا؟ ليش تو بتتابع إعلام الميليشيا؟ يعني كونك ذاتك تكون موجود أو تكتب تعلق في صفحات الميليشيا ده في حد ذاته هو الدايرة والميليشيا إنك أنت تعمل لها بروباغندا. دي واحدة. الحاجة الثانية دايما أبدا تابعوا الصفحات بتاعت القوات المسلحة المعروفة الموثوقة اللي بتديكم الحقائق وانتوا عارفين. طيب الضجة الكبيرة اللي قايمين بها الميليشيا على مستوى الإعلام ونقلتها قناة الخبر واضحة. أول ما نقلت أخبار يعني الفيديو بتاع ميليشيات الجنجويد أن نزلوه بأنهم هم قالوا يا أخي نحن موجودين داخل كازجيل، قالوا نحن داخل كازجيل. أول والله يا أخوانا أنا متابع الأحداث بالدقة وبالدقيقة. أول ما نزلت الفيديو بس نزلته روجت بخلت الدنيا دي كلها السودانيين البرا والجوا عرفوا المعلومة بتاعت إنه ميليشيا الجنجويد قالت إنها دخلت. بمعنى شنو؟ ليه القنوات دي ما زالت موجودة وبتروج لميليشيات الجنجويد ومراكزها الحقيقية الآن موجودة في بورسودان، يعني في سيطرة تحت سيطرتنا نحن كقوات مسلحة، يعني في تحت الدولة السودانية موجودين في العاصمة الإدارية الآن ميليشيا القنوات الاثنين دي. أنا ما قادر أستوعب لحد اللحظة داخل في بورسودان. يا أخي على أقل تقدير إن إحنا المفروض نحترم الشعب السوداني ده يا وزير الإعلام خالد، أخونا خالد العيسر. أنا والله العظيم ما حصل اتكلمت في الجوطة بتاعت الجوطة اللي قاعد تحصل دي كلها في اتجاهك دي نهائي، ما حصل يوم طلعت اتكلمت ولا وجهت لك، لكن في تفاصيل وجبت علينا إنه نتكلم معك في أخونا خالد. أنت تعتبر وزير الإعلام الثقافة والإعلام، ودي تحت وصايتك أو تحت من واجباتك إنك أنت يعني الإعلام المرئي والمسموع على مستوى الدولة السودانية كله بيقع تحت إدارتك أنت. لحد اللحظة ما اتخذت أي عملية بتاعت موقف اتجاه هذه القناة بتاعت الخبس والقناة بتاعت العربية وما يشاع وما يتروج هذه القنوات من إعلام لميليشيات الجنجويد. يعني لا يمكن أنا على أقل تقدير إنه تطلع بيانات إنه تتقفل المكاتب دي خلوني يمشوا يشتغلوا من نيالة. والله أنا داير أمشوا يشتغلوا من نيالة هناك اللي هو المكان المتوجه فوق الميليشيا بتاعت الجنجويد هناك، امشوا دوروا منه شغلكم هناك، لكن لا يمكن تكونوا موجودين جوا عندنا في بورسودان في العاصمه الاداريه في سنتر القوات المسلحه وبتروجوا لميليشيات الجنجويد. لا رقيب ولا حسيب. اخونا خالد باختصار شديد يا اخي انا عندي لك رساله ورساله مهمه جدا والله ادوارك، ولكن الوزاره دي تكليف. اذا انت ما قدرت المسؤوليه انك انت تكون موجود في الوزاره دي او حاسس انك انت مكبل او في جهه مكبلاك او في جهه ما قادره تديك كامل الصلاحيات، انا والله داير اوريك حاجه عشان نحن ذاتنا نقدر نلقى طريقه بتاعت انه ندور في الزول اللي بيجي. قدم استقالتك يا اخوي، قدم استقالتك طوالي.
ابشر قدم الاستقاله دي وتفكفك، ده اصلا خيار لك. ودورك والله خانتك لحد اللحظه محفوظه، ودورك اللي قمت به محفوظ، والشعب السوداني كله بيحفظ لك الشيء اللي قمت به. ودورك الان في الساحه الاعلاميه ما تقفل والله، لانه نحن محتاجين لك الان على السوخوي ذاك الزول الراكز اللي بيشتغل شغل ثقيل جدا جدا، بال للميليشيا بتاعت الجنجويد دي، بل للعيش وبال للقنوات، وماسك جبهه كبيره جدا جدا في العمل الاعلامي، محتاجين لك في الجبهه دي. اذا انت ما قادر تتخذ القرارات دي، في قرارات في على اي وزير في اي وزاره من الوزارات الان موجوده، في قرارات يجب عليك انك انت تتخذها، ما انت قدر المسؤوليه او مكبر يدك البرهان نفسه او مجلس السياده جميعا ما مديك الصلاحيه او رئيس مجلس الوزراء اطلع في بيان واضح يقول يا اخواننا والله المنصب ده انا ما بقدر عليه للاسباب التاليه ودي استقالتي وتفقفق، نحترمك والله نشيلك على في راسنا من فوق. ده جانب بتاع القناه بتاعت الخبر. قصه وجود ميليشيات الجنجويد في كازقيل، وده الموضوع المهم والرايج روجته هذه القنوات الخبيثه. انا والله جاي داير دي نقول لك الحقيقه كما هي، لا ازيد ولا اثنين ثلاثه. اول حاجه يا اخواننا، قواتنا المسلحه دي لما دخلت كازقيل وحررتها من يد ميليشيات الجنجويد بدم يا اخوان، واي تقدم للقوات المسلحه نحن والله بنفقد فوقه رجال، ربنا ان شاء الله يتقبلهم. دخلت القوات المسلحه والقوات المشتركه مع جهاز المخابرات العامه، بلوا الميليشيا في متحرك الصياد وفي قيرو، بلوا الميليشيا بل العيش وسيطروا على كازقيل. الكلام ده قبل يومين والجميع عارف تماما انه حررنا منطقه كازقيل. انا ما داير اعيد الحاجات المكرره، داير اجي اوديك الواقع بتاع الليله اليوم ده اللي حصل شنو. طيب خلونا نحيي القوه المشتركه. ليه داير احيي القوه المشتركه تحديدا يا اخواننا؟ القوات المسلحه نفسها واسرع من بقيه القوات. خلونا نتفق على الحاجه دي، وانا جاي داير افهمك حاجه معينه. يعني الاسلوب اسلوب نهج الميليشيا بتاعت الجنجبيد طيله الفتره الزمنيه دي، القوات المسلحه في زمن ما كانت مستخدمه الميليشيا دي ذاتها نفسها او الدعم السريع في فتره ما كان هو القوه اللي هي شنو؟ الجواله او السريعه اللي بتتخذها القوات المسلحه لعمليه بتاعت شنو؟ تهديد العدو او الاحاطه بالعدو. ده في فتره ما. طيب القوات المسلحه دي يا اخواننا اذا ارتكزت في مكان عمرها ما بتتراجع منه في شغل الارتكاز او الدفاع اقوى ما تتصور. اذا دافعت القوات المسلحه اسر الليله اديك نموذج لمناطق كثيره متواجده فيها قوات مسلحه بيور ما معاها اي اثنين ثلاثه. بابنوسه القياده العامه للقوات المسلحه، القياده العامه لقوات الشعب المسلح، المدرعات، امسك في يدك احسب لك. عندك المظلات، عفوا مش المظلات، في بحري ده، دي كلها قوات مسلحه بيور عديل، راس عديل، قوات مسلحه في عمليات الدفاع. لو جات حته وقعدت فوق ودافعت سندت فوق تاني، والله يا معلم قصت انك تطلعها منها والله كذاب، كذاب عديل. لو ارتكزت القوات المسلحه دي في مكان والله كذاب. طيب حاليا القوى المشتركه اسرع من ميليشيات الجنجويد نفسها القوى المشتركه دي بطريقه وبتعتبر. انا لو حكيت لكم القصه بتاع الدخوله ليباره او طريقه دخوله ليباره والخمسينات الجرتهم، والله العظيم في ناس كثيره بتزعل مني، في ناس كثيره حتزعل مني. عشان كده خلوها مكفوله في يوم ما انا حاجه اتكلم لكم عن انه الخمسينات الخطتنا القوى المشتركه بدخول الاباره. فنحن بنحيي كل القوات والله كلهم ربنا يبارك فوقهم. لكن القوات المشتركه مع القوى المسلحه لما دخلوا باره وهاجموا الميليشيات بتاعت الجنجويد مع جهاز المخابرات العامه وسيطروا عليها، كازقيل يا اخواننا ما كانت من اولويات القوات المسلحه في مبدا التامين او الارتكاز. ركز في الكلام ده كويس، انا بقول لك كلام يعني دايرك تستوعبه. ما كانت شنو في محطه ارتكاز او
تأمين بالنسبة للقوات المسلحة منطقة كازقيل دي. طيب ما توضعت فيها ارتكازات، اسمع، ما وضعت فيها ارتكازات ما وضعت فيها. يعني ارتكازات القوات المسلحة اللي احنا بنعرفها ما وضعت في كازقيل، لكن فيها ارتكاز، فيها ارتكاز. مليشيا الجنجويد الليلة اليوم صباح الليلة ده، اسمعوا الكلام ده كويس، صباح الليلة ميليشيا الجنجويد جات دخلت لحد المدينة ذاتها، لحد مدينة كازقيل دي. شفتوا الميليشيا دي دخلت لحد مدينة كازقيل، حي من الأحياء الشرقية ومن الأحياء الغربية دخلتهم ميليشيات الجنجويد. دي حقيقة. طيب هل دي استراتيجية قوات مسلحة إنها تنسحب؟ نعم. سحبت الدفاعات المتقدمة بتاعتها، عندها دفاعات سحبتها، وده شغل القوات المسلحة. أنا ما أدخل فوقه سحبت ليه، ما تسألني ليه ما ليه،